شنو تقدر تعزم صديقك بس بهاي ال 12 دينار وهو يطلبك عزيمه؟ وصلتوا يمي سالفتكم مقضيه يمن قصر اليمن. طبعا اول ما تدخلون للقصر راح تشوفون هاي المناظر الحلوه، وخاصه هذن الدعافيس اللي مخليهن، وبالاخص هم الصوره محمد الصدر قدس الله سره. لاحظت بهاي الفقره كلش حلوه ضايفينها بهذا من قصر اليمني هاي الحيوانات الحلوه واللطيفه. اقول لكم شنو الفرق بين هذا البير وهذا الذيب؟ شو فرق احرف بسيط. حرفيا القصر ولا غلطه من ناحيه الديكور وناحيه الاضاءه، وعندهم اكثر من قعدات وجلسات كلش حلوه وجميل، وكل جلسه راح تقعد بيها راح تشوف هذين الصور الحلوات والجميلات فوق راسك. يعني ماكو هيك كل جلسه، يعني توقع كل جلسه بها صوره فوق. هسه نزل لنا المنيو بهذا الشكل، وطبعا اسعارهم كلش حلوه وماكو مبالغه بيه. واني كرايي الشخصي راح اقيم المطعم كشكل ومنظر وديكور 8 من 10. وهسه ينزل الاكل وهم نرجع ونقيمه لكم من 10. وهسه نزل لنا الطلب بهذا الشكل الحلو والجميل واللي يشهي المعد. للمعلومه اخوان اي واحد محتاج اعلان يراسلنا خاص. خلونا نكمل ونقيم لكم الاكل من 10. طبعا اول شيء الدجاج مايع ويذوب بالايد، حرفيا الاستواء مالتها اقيمه 10 من 10. ومن هاي الشمر راح تعرفون علامه جوده التمن المند، ياخذ تمن ولا غلط. وطبعا كل هذين نزل لنا ويا هاي النص دجاج المند، الروبه والطرش والدقوس والفاصوليا، وسعر بس 12,000 دينار عراقي. وسالت مهدي وقلت له قيم لي الاكل من 10. طبعا مهدي قيم الاكل 8 من 10. وهنا تحديت مهدي وقلت له المتابعين يطلبون منك تاكل هاي الفلفل اللي راح تاكله، بس مع الاسف طلع بو. خلينا نجرب شعور هذول يخلون الدقوس على التمن المندي، ونشلع عنا قطعه دجاجه ونقول لكم سهمكم العافيه. وكل هذا الطلب بس نزل لنا مندي قصر اليمن. هذا مندي قصر اليمني، وهاي ساحه مظفر، وهسه لازم تجربون هذا المندي.